بالعكس غنيت اغنيه في 2018 في روسيا، تاهلوا لكاس روسيا. غنيت قبل منها يعني شاركنا غير في الافراح، حتى جا كاس العرب. يمكن كان واحد الماتش اللي كان للاسف ما ربحناش، هي هذيك فاش بداو ولكن كنقول علاش منين وصلنا للدومي فينال ما هضرناش على الاغنيه. يعني فوق ما كان كيربح المغرب كدار الاغنيه، وموراها كدار وكيجي نجاح اخر. فهذا سميتو تخلف، انك كما ما كيعجبناش الحال على دوك كما كيقولوا كما كيعجبناش الحال انهم تيقولوا سبب الخساره هو هذا، سبب الخساره هو قجع، سبب الخساره هذا. فاحنا كنضحك يعني كيجينا داك الشيء ماشي هو هذاك. فنفس السؤال ديالك ديال الاغنيه والخساره لا، دابا كنتمناو لهم الفوز، لان الاغنيه اصلا باقا عايشه. فوق ما كتربح المنتخب كنسمعها دائما في الحفلات وفي الناس اللي كيتفرجوا. فما كاينلاش نعاود اغنيه، لان ديجا الاغنيه ديالي ناجحه. تبارك الله عليهم. انا تنقول لهم زعما الشابو ديالهم، الله يرزقهم الصحه والعافيه، وان شاء الله دائما الى الامام. هادشي اللي نقول لهم. شكرا لكم بزاف. شوف انا هضرت على دنيا، انا المشكل ما عارفاهش. ما كنبغيش ندخل كاع في شي حاجه فيها المشاكل، ما كنبغيهاش انايا من طبيعتي. فانا شفت الجانب الفني ديال دنيا، الجانب الفني فنانه كبيره وحتى واحد ما عنده ما يقول فيها، وكنتمنى انها ديباسي هذا المشكل هذا وتلتفت للفن ديالها، وما تحرمش المغاربه من صوتها الجميل، والله يصاوب ليها.